السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد عليكم إن شاء الله. من امبارح وفي حاجات غريبة كتير جدا بتحصل، وحاجات يعني مضحكة، يعني أقل ما يمكن أن يقال عنها إن هي مضحكة جدا. يعني إحنا مش فاهمين بطولة السوبر دي في كل حتة هي بطولة شرفية، مش حاجة يعني مهمة، وبتبقى في بداية الموسم أصلا، مش في نص الموسم، ونلعب اصلا سوبر 2021 في 2022 وسوبر 2023 في 2085. يعني حاجات غريبة اصلا جدا بتحصل من زمان، يعني غير الحاجات اللي بتحصل دلوقتي. طيب احكي لكم بقى الموضوع من الاول، الناس اللي ما كانتش موجودة او اللي مش عارفة الدنيا فيها ايه. هو في ماتش السوبر بين الاهلي والزمالك المفروض يتلعب يوم الجمعة في الامارات. اللي حصل ان كان في مفروض لجنة الانضباط كانت اصدرت قرار بايقاف كهربا 12 ماتش عشان الفيديو الشهير ليه اللي كان مع الجماهير، وتلفظ بألفاظ. هو وضح بعد كده ان هو قال يعني لفظ تاني غير اللفظ اللي اتسمع في الفيديو يعني، ولكن مش موضوعنا، او لعيب وقال لفظ وهيتوقف مفيش مشاكل. ولكن الفكرة كلها ان كهربا عمل استئناف على ايقاف 12 ماتش، وكان في اخبار وكلام بيتقال ان في الاستئناف ده لما يتبحث الوقت هيقل شوية، يعني ممكن يوصل ل4 ماتشات. لحد هنا مفيش مشاكل. المشكلة بقى ان هم قعدوا كتير جدا ولسه لجنة الاستئناف دي ما بحثتش الموضوع. تمام. فالزمالك لما جه يلعب السوبر قال لك يا باشا انت عندك لعيب المفروض يتوقف، ما توقفش، ولجنة الاستئناف ما بحثتش حاجة. فلجنة الاستئناف اتفاجئنا كلنا ان هي هتعمل اجتماع امبارح. كلنا بقى وقفنا ومستنيين ايه اللي هيحصل. يا ترى هل هتقرر وقف كهربا 4 ماتشات قدام ماتش السوبر، ولا هتقرر ايه الدنيا فيها ايه؟ يقوم محامي النادي الاهلي يعمل حركة غريبة، هي حركة يعني قانونيا طبعا، اللي هو ضرب كرسي في الكلوب في الموضوع كله. هو طعن اصلا على شرعية لجنة الانضباط دي. لجنة الانضباط دي المفروض ما يبقاش ليها شرعية، وان القرارات اللي بتاخدها دي لا اساس لها من الصحة ولا وجود لها، عشان هي اصلا مش شرعية. فلجنة الاستئناف امبارح قررت بعد اجتماعها بوقف البت في موضوع ايقاف كهرباء وموضوع الغرامه اللي على المستشار مرتضى منصور، لحين النظر في الدعوه المقدمه من محامي النادي الاهلي ضد لجنه الانضباط بعدم شرعيتها. طيب اللجنه دي او الموضوع ده يوم ايه؟ يوم 14/5. طبعا طلع المستشار مرتضى منصور امبارح واعلن انسحاب نادي الزمالك او اعتذار نادي الزمالك عن السوبر. طيب كده خلاص الزمالك مش هيلعب السوبر. ولكن يعني قبل التهديدات بالانسحاب والكلام ده، هم خلاص نفذوا تهديدهم وانسحبوا فعلا. في صوره شهيره جدا للاعيبه الزمالك بالبدل، لحد الان ما حدش عارف موقف البدل ايه. هل الراجل هيرضى يرجعها، ولا اللعيبه هتاخدها، ولا انا شايف بصراحه يدوا الكابتن احمد حسام ميدو. يعني لان كابتن احمد حسام ميدو هو احسن واحد بيفهم في موضوع البدل ده، واول حد كان طلبه. يعني لما كان مسك نادي الزمالك ما طلبش لعيبه، ما طلبش كور مثلا التمرين، ما طلبش مدرب احمال، ما طلبش اي، قال لك يا باشا انا عايز بدل. المهم يعني مش موضوعنا. اللي يدل بقى على ان احنا يعني شغالين في سمك لبن تمر هندي، وان كاس السوبر ده لو حجز خماسي هيحصل اهتمام اكتر من كده، ان هم يكلموا نادي تاني خالص اللي هو نادي بيراميدز عشان يلعب مكان الزمالك في السوبر. واللي حصل ان اتحاد الكوره بعت للزمالك خطاب ان انت يا باشا ترد عليا في خلال ساعه، تقول لي فعلا الانسحاب ده بجد وجدادي، ولا بكره الصبح هتقول لي مفيش عشان بس الطياره يوم الاربع ولازم حد يطلع الطياره. فنادي الزمالك اكد على الانسحاب بتاعه، قال ان هو هينسحب مش هلعب. ومستشار مرتضى منصور نزل بوست بيقول فيه اتحاد الكوره اللي قعد 60 يوم عشان يفصل في وقف اللعيب عايزني ارد عليه في 60 دقيقه. يعني هو مش فكره عنده حق او ما عندوش حق، هي فكره ان في هرج ومرج في الوسط الرياضي اليومين اللي فاتوا دول، يخليك ان انت يعني يخليك تحس ان انت قاعد في اتحاد توم وجيري ودوري توم وجيري، مش اتحاد كوره مصري ولا دوري مصري ولا اي كلام من ده. فيعني احنا لما بنيجي نلعب حجز خماسي بنحاول ان احنا نقعد مع بعض او نتكلم بعض مثلا من قبلها باسبوع نلم في بعض. انما ده حد راح قال بيراميدز انت الطياره بكره
الاربع وتسافر يا باشا على الامارات، لان اصلا الاهلي هناك ولازم نلعب السوبر. فبيراميدز قال لهم ماشي انقاذا للموقف وعشان العلاقات المصريه الاماراتيه السعوديه الخليجيه الليبيه ما نخسرهاش، فخلاص يا باشا هنلعب، ما عندناش مشاكل. انا بس حاطط نفسي مكان محللين الاداء بتوع الفرقتين ده، يعني لو في محللين اداء يعني بتاع النادي الاهلي هيقعد قاعد بقاله فتره يدرس في الزمالك ويقعد مع مارسيل كولر ويقول له خلي بالك يا باشا، ده احمد سيد زيزو بيرفع الاوفر من هنا، وسيف الجزيري بيحط بدماغه من هنا، فاحنا هنوقف علي معلول هنا ونوقف ياسر ابراهيم هنا يطلع يضرب الكره بدماغه ما يبقاش في حاجه، وخلي بالك يا باشا نص الملعب بيتعمل كذا كذا كذا. الراجل المدرب الجديد ده ابو اقلام في السمانه بتاعته بيلعب من الناحيه دي والناحيه دي، وخلي بالك وبتاع. دلوقتي يا عيني هيطبق على ماتشات بيراميدز، هو يعني خلاص هو كده بقى حجز كاس السوبر، ما مش كاس السوبر خلص ولا حاجه، او مش ماتش كاس السوبر ولا حاجه، هو حجز كاس السوبر. والنادي الاهلي خلاص وصل للامارات وقاعد بيتمرن عشان يلعب الحجز يوم الجمعه ان شاء الله، وبيراميدز هيحصلوه على الساعه باذن الله. ده حل الكره المصريه دلوقتي يا جماعه، ده حل الكره المصريه، سمك لبن تمر هندي، حاجه في منتهى اللغط وحاجه في منتهى اللالا لاند. انا راجل اهلاوي والله، بس اقسم بالله انا مبسوط باللي بيحصل. انا ما يفرقش عندي كهربا يسافر يلعب او ما يلعبش، انا النادي الاهلي ما بيقفش على لعيب ويلعب باي حد، بس يعني لعيب غلط خلاص يتعاقب ياخد ايقافه في ساعتها، ما استناش 60 يوم عشان يتوقف، او خلاص طالما دي السايكل اللي بتلف فيها الموضوع او دي البروسيس اللي بيمشي بيها موضوع الايقاف، خلاص نمشيه زي ما هي، ما يطلعش الزمالك يعترض او يحصل ظلم على نادي الزمالك يؤدي للانسحاب. شكلنا ايه دلوقتي يا جماعه قدام الامارات؟ لحد الان مش عارف شكلنا ايه او شكل الكره المصريه عموما والله، وحزين جدا على اللي بيحصل في الكره المصريه، وما اعرفش النادي الاهلي هيعمل ايه يوم الجمعه يعني. والله احنا لو كسبنا السوبر او خسرناه يعني ما هنعمل ايه طيب؟ وبرضه واحد يقول لي طب رايك ايه في اللي حصل في نادي الزمالك؟ والله يا جماعه انا لو من نادي الزمالك انا هروح والعب يا جماعه، ما عنديش مشكله، اروح والعب واكسب تمام. وبالرغم من اللي حصل، واقول بالرغم من اللي حصل، بالرغم من ان في لعيب كان المفروض يتوقف من 60 يوم موجود، لا احنا كسبنا وخدنا البطوله وكل حاجه، ما عنديش مشاكل، ما اخافش من حاجه. ولكن يعني كل اللي بنقوله في الاخر ان يعني لنا الله في الكره المصريه عموما، في اتحاد الكره عموما، وفي الانديه خصوصا سواء كان النادي الاهلي او نادي الزمالك. يعني انا لخصت لكم الموضوع ببساطه كده. ان شاء الله خلاص كده مباراه النادي الاهلي وبيراميدز في السوبر المصري يوم الجمعه خلاص في ميعادها ان شاء الله. يعني استنوني بعد الماتش هيكون في فيديو زي بعد كل ماتش للنادي الاهلي ان شاء الله. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما ننساش نعمل لايك وفولو على الصفحه على الفيسبوك، ولو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه.